مساء الخير حنوناتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. قصه جديده من قصص احلام. قبل ما نبداو نصلوا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يقول صاحب القصه: اسمي وائل، في عمري 32 سنه، انسان مثقف ونعرف الدنيا مليح ولاباس بيا، يعني تقدروا تقولوا راجل متواضع اللي يقدر ياسس عائله. حكايتي بدات كي كنا نسكنوا قراب لدار خالتي وخوالي، بحكم يما مزوجه غير تما في الدشره. كنت انا الكبير في الدار، وعندي 5 خواتاتي و3 خاوه. وكي بديت نكبر شوية بديت نشوف بنت خالتي تكبر قدامي، وكنت معجب بيها بزاف. وكانت زلة وسمرة وطويلة، تقول شي هندية. وزاد حبي ليها كي بداو معالي بالأنوثة يبانوا لها. أنا خلاص زدت عشقتها أكثر وأكثر. مم هي حسيتها تتقرب مني، يعني تقدروا تقولوا حتى هي ثاني كنت نعجبها. وكي كبرنا شوية الفاميليا كامل فاقوا بليك كاين حاجة بيناتنا، وانه انا نحبها وتحبني، باسكو كنت ما نقدرش نخبي حبي ليها. وكنت ديما نقول ليما: يما دنيا بنت خالتي تعجبني وعاقله ومربيه، غير نكبر شويه نخطبها. ما كنتش نحشم كي نقول تعجبني. طحت فيها وعشقتها، وكنت مستعد ندير اي حاجه على جالها. ويما غير تقول لي: الله يهديك راك صغير، وانا زواج الفاميليا ما نحبوش، وزيد واش عجبك فيها؟ راك في سن المراهقه، هذا ما كان كل طفله تشوفها تعجبك وتجي تجري ليا باش نخطبها لك. قلت لها: لا لا يا يما، راهي دنيا تعجبني وناويها الحلال. كنا في اي مناسبه ولا عرس ولا عيد نتلاقاو، وانا كنت نقول لهم دنيا راح تكون حلالي، وهي تضحك. الحب اللي كان بيناتنا كان باين، وعمرنا ما خبيناه. والفاميليا ما علقوش كامل، مي تقدروا تقولوا ما عجبهمش الحال. انا في الاول حسيتها غيره ولا حسد، وكنت لاتي بدنيا، وكانوا ما يهمونيش دارهم ولا دارنا. كنت غير نتبعها لكل بلاصه، وديما نقول لها: والله يا دنيا غير تقلقت وقتاش نكبر ونجي نخطبك وتكوني عروسه في داري. وهي تجاوبني وتقول: غير انا وانت اللي نكونوا كيف كيف، وان شاء الله كل يوم نكون في دارك وولادنا دايرين بيك. انا هذه الكلمه خلتني طاير بالفرحه. والفاميليا والناس اللي تعرفنا بعد ما شافوا قصه حبنا انا ودنيا تكبر، بداو يما وخالتي تنافروا، والفاميليا يصراو فيها مشاكل. كل مره حكايه، وإحنا كنا نقولوا مشاكل صغار ويفوتوا. حتى وصلت وين يما قالت لخالتي: شوفي راني نشوف بنتك دنيا تدور بوائل، غير بعديها انا غير الفاميليا اللي ما تدخلش داري. وما نكذبش عليكم، مام خالتي ما كانتش حابه دنيا تكون معايا، وتظل موراها باش تخطيني وما تهدرش معايا. وإحنا كنا لا خبر، المهم لا تيم برسائل الحب وما دخلناش روحنا فيهم. وكنت نقول غير هي اللي ندي يسرى واش يسرى. بصح ما نكذبش عليكم، كنت حاس باللي كاينه حاجه صافابا. جاز الوقت وين خلاص وصلت انا 25 سنه ودنيا 21 سنه. قلت جا الوقت اللي نروح نخطبها. هدرت مع يما وبابا وين قلت لهم: دوك خلاص كبرت وتعرفوني ملي كنت صغير وانا حط عيني على بنت خالتي دنيا، وصل الوقت باش نروح نخطبها، وراكم تعرفوا هي راهي قابله. نصت يما وجاها كحل وين قالت لي: شوف يا وليدي، من بكري وانا نقول لك لا لا، وما عجبنيش الحال كي قلت لي على دنيا، وهذا الشيء تعرفه. وزيد قلت لك اختك من لافامي، وحنا ماناش حابين نسبوهم على خاطر كاين مشاكل بيناتنا. انا بديت نعيط ونقول لهم: وش بيكم يا ودي، راني نقول لكم ناويها الحلال، ولا حبيتوا نرفدها ونهرب؟ على بالكم بلي نحبها وتحبني وغير الموت اللي تفرقنا. بابا قعد ساكت، ويما غير هي اللي تهدر وتقول: انت اللي ما حبيتش تفهم، من بكري على بالك بلي كي حنا كيما ليها ما حبيناش نتناسبوا. وهي صح، مام خالتي ما كانتش حابه نخطب بنتها، وهذا كامل على مشاكل الورث اللي كانت بيناتهم. رفدت تليفون وعيطت لدنيا ونقولت لها باللي حنجي للدار، سواء قبلوا دارنا ولا ما قبلوش. مام هي قالت لي: راني هدرت مع دارنا وما حبوش وراني في حاله. دنيا بكات ودارت حاله في دارهم، وقالت لهم: يا تقبلوا يا ندير حاجه في روحي. وانا خالتي خافوا كاش ما دير، ونطقت خالتي وقالت لها: شوفي والله غير تندمي، خذي راي يماك، الفاميليا وعره، وزيد من بكري عندنا مشاكل مع دار خالتك، راكي تفهمي فيا ولا لا لا؟ ودنيا تزقي وتقول: ما كان ما دخلني في المشاكل تاعكم، انا حبيته هو واللي بيناتكم ما يهمنيش. المهم مور ما ضربت دنيا شهور وهي تهدد فيهم كاش ما دير في روحها، ولو قالوا لها خليه يجي للدار. وانا غير عيطت لي دنيا طرت بالفرحه وقلت لها: شوفي غير نجي نخطب نهضروا على العرس، خفت يزيدوا المشاكل. هدرت مع دارنا ووجدنا واش لازم ورحنا. كان وجه بابا ويما كحل باينين باللي بالسيف راحوا. مام دار خالتي قابلونا بالتشناف، والحاجه المليحه هي انا ودنيا كنا فرحانين. وغير قعدنا واحد ما هدر، وليت هدرت انا وقلت: باينه على واش جيناكم،
ياك شتو بلي انا ودنيا من الصغر وحنا نحبوا بعضانا، واليوم وصل باش ننويها الحلال ونديروا العرس ان شاء الله. هنا تخازروا دارنا ودارهم، وناضت خالتي الكبيره قالت لي شوف يا وليدي، كنا مخبيين حاجه عليكم ولازم اليوم تعرفوها. انت ودنيا تراضعتوا كيف كيف، يعني خاوه من الرضاعه. انا هنا خلاص حسيت الدنيا دارت بيا، ودنيا تغاشات وانا غير نعيط ونقول لهم كيفاش هذه راكم تتمسخروا بينا، كيفاش تقولوا الهضره هذه اليوم ما كاش منها، راكم تكذبوا. انا غير دنيا اللي نديها، حبيتو ولا كرهتو. هنا وقف بابا وقال لي واش بيك هبلت، حبيت تعيش في الحرام؟ قلت له يا بابا علاش ما قلتوليش من قبل كي كنت حاط عيني عليها، علاش خليتو الحكايه تكبر بيناتنا؟ المهم رفدنا روحتينا وجينا للدار، وانا في نص الطريق هبطت ورحت للبحر، قعدت على الشط ومانيش حاس بالدنيا كامل، وكما خممت ما لقيت لهاش راس. ودنيا رفدوها للسبيطار وداروا لها قرعه وحاولت الانتحار شحال من مره، ربي اللي يسترها. وانا اللي شوفني دوكا يتخلع، وليت كي الهيكل نمشي وغير نشوف بنت خالتي من بعيد، نبقى نتحسر ونقول هذه كانت حبيبتي واليوم راهم يقولوا اختي، وما قدرش نهضر كلمه معاها ونتخازروا غير بالعينين. مرضت بنت خالتي وطاحت فراش بالشهور، وانا قلبي خلاص مقطع عليها، ولليوم رانا نمشيو في زوج بلا روح. على بالنا بلي كاينه حاجه بين دارنا ودارهم مخبيينها علينا، وما عرفناش الحكايه اللي قالوها اذا صح ولا لا. حكايتنا فيها حلقه مفقوده ما عرفناهاش، خلاتنا نعيشوا الصدمه لليوم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ادعوا لنا نتخطاو الصدمه ونعرفوا الحقيقه عما قريب، وانا على يقين باللي ماهيش اختي، وان شاء الله يكون احساسي صح وتفرح حكايتنا. دعواتكم ليا، ربي يجمع بين دنيا وائل بالحلال ان شاء الله. خلاص الحكايه تاعنا لنهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم واستمتعتوا بها. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في كل واحد عزيز عليكم، وما تنسوناش بالاشتراك والجام والبارطاج وتعليقاتكم الزينه. نتلاقاو في قصه جديده وروتين جديد من قصص احلام. سلام.